اهلا بيكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم ابو الجزار، فيديو جديد. ما تنساش اللايك، ما تنساش الكومنت، ما تنساش المتابعه. يلا بينا. اول خبر معانا ممكن يزعل بعض الناس وممكن يفرح بعض الناس الثانيه، وانا عايز اقول لكم حاجه. قناه الزمالك طول ما هي موجوده فهي مفرحه ناس ومزعله ناس. وانا عايز اقول لكم بمناسبه ان النهارده كان عيد ميلاد المستشار مرتضى منصور، فقناه الزمالك حبت تعمل مفاجاه لسياده المستشار وعملت له قصيده هتشوفوها في الفيديو ده. يحيى المستشار، احنا مش بنطبل، احنا مش بنطبل ولا لينا مصالح، بنقول الحقيقة هو راجل صالح، الزمالك بيتنا. وبعد ما شفت الفيديو انا حابب اقول بس تعليق صغير بس، لان البنت نفسها مش مصدقه الكلام اللي بتقوله. والله يعني انا حاسس كده ان هي متركب لها الكلام، هي مش حاساه. وفي انحح من كده كمان، وهو محمد رجب الاعلامي بتاع قناه نادي الزمالك اللي طلع علينا بتصريح اللوزه والله يا ابو الصحاب. محمد رجب بيقول لك بمناسبه عيد ميلاد سياده المستشار النهارده عيد قومي لمصر، ده يوم مش عادي طبعا لان سياده المستشار اتولد في اليوم ده، ولازم طبعا يكون اليوم ده مصر كلها تحتفل بيه لانه يوم مش عادي. وسياده المستشار مش شخصيه عاديه زي اي شخص ممكن يكون موجود في مصر او حتى واحد زينا. سياده المستشار شخص ملوش اي بديل، يعني شخص ملوش اي دوبلير نهائي. سياده المستشار ولد وحيد ومفيش سنه يجي زيه في مصر كلها او الكره الارضيه. يا عيني عليك يا استاذ محمد. والخبر الثاني بعد طبعا الاحتفال بعيد ميلاد المستشار مرتضى منصور وقناه الزمالك والاستاذ محمد رجب واستطلنته، انا عايز اقول لكم حاجه. القرار الرسمي من فيفا 2023 للاهلي متواجد في لعبه فيفا 2023 يا جماعه. تخيلوا، ما عمرنا ما شفناش اي فريق مصري او اي فريق يعتبر عربي في فيفا. السنه دي بقى في 2023 يا جماعه هنشوف الاهلي في 2023، وده اللي اصدروا القرار بفيفا نفسها. تصدقوا الموضوع برضو صعب على بعض الناس. وتالت خبر معانا يا جماعه وهو خبر مستنيه كل الاهلاويه، يعني يعتبر جميع الاهلاويه بيسالوا هو مين اللي هيمشي السنه دي او الموسم ده ومين اللي هيجي الموسم ده. بس احنا معانا النهارده الراحلين بتاكيد او مش شبه تاكيد من الاهلي. اول الراحلين من الاهلي يا جماعه هو ايمن اشرف، وده احنا عرفناه دايما ان هو اصلا ما شاركش مع كولر ولا كولر مقتنع بيه، فعشان كده هيكون اول الراحلين من الاهلي. يجي في رقم 2 برونو سافيو. برونو سافيو يعتبر حاجه تاديبيه مش حاجه فنيه، لان صدقني برونو سافيو مش بنفس السوق اللي مثلا يكون فني ان كولر يمشيه، لا الموضوع فيه تاديب، خاصه ان كان في صفقه هيعملها الاهلي برضه مع واحد برازيلي من بلد نفس البلد بتاع برونو سافيو، لكن حصلت بعض المناوشات من برونو سافيو ودخل في الموضوع وحرض اللعيب ومنع اللعيب ان هو يوافق على العرض بتاع الاهلي. ويجي رقم 3 واللعيب ده ميكي سوني يا جماعه، وانتوا عارفين طبعا ميكي سوني ان هو كان معار لابها، وبعد كده بعد ما خلص الاعاره بتاعته فهو دلوقتي رجع تاني للاهلي، فعشان كده الاهلي بيدوروا على اي عقد عشان يمشيه نهايه الموسم، وان شاء الله هيمشي بكل تاكيد، لان طبعا زي ما قلنا كولر برضه مش مقتنع بيه. واللاعب رقم 4 وده اللي جماهير الاهلي قسما بالله كلها حزينه ومش مبسوطه للقرار اللي هياخده النادي، وهو حمدي فتحي. حمدي فتحي خلاص يا جماعه بشكل رسمي واكيد تم بيعه بشكل رسمي لوقرة القطري، يعني خلاص حمدي فتحي خارج صفوف النادي الاهلي في بدايه الموسم القادم. واللاعب رقم 5 يا جماعه هو محمد فخري، وده من ناشئين الاهلي، وبنسبه كبيره محمد فخري في نهايه الموسم ده هيتم بيعه او عرضه بشكل كبير جدا. واللاعب رقم 6 يا جماعه وهو حمزه علاء، وده الحارس الرابع للنادي الاهلي، وهيتم اعارته بشكل كبير جدا وهيكون خارج صفوف النادي الاهلي في بدايه الموسم القادم. اللاعب رقم 7 وده شادي حسين، وده هيتم الاستغناء عنه طبعا وخروجه من النادي الاهلي بسبب عدم اقتناع كولر بامكانيات شادي حسين او عدم امكانيه شادي حسين بارتداء تيشيرت النادي الاهلي وعدم القدره على اللعب داخل النادي الاهلي. رقم 8 ورقم 9 ودولت هيكونوا مفاجاه طبعا لبعض الجماهير، لكن انا لازم اقول لكم على الاخبار اول باول. ورقم 8 يا جماعه وده هيكون محمد شريف مهاجم النادي الاهلي، وهيكون في صفوف بيراميدز في صفقه تبادليه واللي هتكون مكانها وليد الكارتي، ودي بنسبه كبيره جدا هتتم الصفقه دي، لان بيراميدز وافق على انه يدي للاهلي وليد الكارتي، بس هياخد واحد من الاثنين، يا حسام حسن يا محمد شريف، وطبعا حسام حسن في اعاره، اذا محمد شريف هيكون خارج صفوف النادي الاهلي في الموسم القادم بدلا منه وليد الكارتي القادم من بيراميدز. واللاعب رقم 9 وهو صاحب الترند، صاحب سطلانه، وهو محبوب الجماهير كلها بتاع الاحتفالات للنادي الاهلي، وهو طاهر محمد طاهر، هيتم خروجه للاعاره. ودي كل اسماء اللعيبه التسعه اللي هتكون خارج صفوف الاهلي في بدايه الموسم القادم مع النادي الاهلي. وانا حابب اقول لكم حاجه يا جماعه، اللعيبه ديت كلها بنسبه 90% شبه مؤكده ان هي هتكون خارج الاهلي، لسه الاسماء ولسه القائمه ما اتحطتش النهائيه، وان شاء الله هكون متابع معاكم اول باول كل الجديد وكل التفاصيل. وبما انك متابع معايا لحد دلوقتي بقى ما تنساش اللايك، ما تنساش الكومنت، ما تنساش الشركه والمتابعه. اشوفك على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.